وقلت لك فيش حاجة لا تستحضر ذنب ولا تستحضر قلب ولا تستحضر شيء، فقط اترك ذنبك الذي هو حرمت من أجله الرزق، حرمت النوم، حرمت الزوج، حرمت الولد، حرمت الحياة الطيبة، أدخلك الله في قروض ربوية لأنه بذنب. اترك هذا الذنب والزم الاستغفار الذي فيه ما كان الله معذبهم يستغفرون، وفيه سيرزقك ويغير مسارب الدنيا كلها. شايف الله جل جلاله أرادك أن تقرأ القرآن، عشان هيك نزلوا في 10 قراءات بلهجة العرب كلهم، عشان قال لك فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يطول الكلام يا جماعة، يطول والله. بدي أنا فيديوهات قصيرة، والله بدي فيديوهات قصيرة، لكن الله يفتح لأني لازم توضح الصورة واضحة، مش تزت التهمة بدون ما تبين الدليل. يعني لو وقفت أنا بين 3 علماء يتكلموا إنك لازم تستحضر الذنب واستحضر قلب، والله لا أحد يسمع، وأنا صاحب القصص بفضل الله طبعا، آلاف المتابعين وجدوا قصته. خلاص قال الشيخ. شو قال لك الشيخ؟ انت مش عمال تسأله كيف نصلي، كيف نستغفر. سؤال هو هل نستغفر؟ هل هو عنده ورد من الاستغفار؟ هل يقوم بالليل يستغفر بالأسحار؟ هل هو عنده شيء من هذا الاستغفار ولا شيء، ولكن فقط يعني خلص لأنه شيخ هو بيعرف كل شيء؟ فما في تخصصات بكل شيء. بالطب في تخصصات بكل شيء، طبيب أسنان، طبيب عيون، طبيب قلب، طبيب سمي، أطباء أعصاب. طب ليه يعني كل شيء لف وحطه بجيبته وصار يفتي؟ يا جماعة لما في 3 مسوين، يعني في 3 أشخاص هنا، 2 جالسين ما شاء الله عليهم ساكتين، واحد ما يساوي مشاكل، هو اللي مخرب الدنيا. طب ليش انت بيقول ليش بتساوي مشاكل كلياتكم؟ قل له انت ليه بتساوي مشاكل؟ ليش يا عمي انت بتضلل الناس بشهادتك يا اخي؟ هذا الدرس. وليش انت بتقبل انك تشتري كل الكلام؟ عيشه. ما وجدتش اشي منه عرف انه قصته كلام وكلام، وانتقل للذي قال لك كيف تعيش الاستغفار الصحيح. انا بدي اياك تكون صاحب تجربة. روح عيش لك يومين باستحضار ذنب واستحضار قلب وقل لي شو ماذا وجدت. يعني ماذا وجدت؟ هل استطعت ام شيء من المستحيلات؟ فاخوتي الكرام، الموضوع ان تضع النقاط على الحروف. هذه المسبحة إن أشرتها يقول لك لماذا ترائي؟ إن استغفرت أسمعتك يقول لك لماذا تصوصو؟ إن أكثرت وأبحرت ب20-30 ألف هل أنت تحدد أعداد وأوراد؟ إذا كني أنا يعني خلص يعني يحطوا حجار أمامك وما في عندهم حل. طب ليش أنا أبقى في هذا يعني التلون؟ مش عمال تفهم الحديث يا عمي الشيخ، مش رايح تفهم الحديث بلا ما تطبقه. إذا قال رسول الله افعل فافعل، لأن الله لن يفتح عليك حتى تفعل. رب مبلغ يعني أوعى من سامع. فهذا الموضوع لما المبلغ مصدق. أنا لما بلغ الشيخ عبد الرحمن اللحياني هو قال هناك من يستغفر 30 ألف وما سأل الله بشيء إلا أعطاه. لكن أنت تطعن في كل شيء، أنت تطعن بالمسبحة، وتطعن في صيغة الاستغفار، وتطعن في عدد الاستغفار، وتطعن في كل شيء، واستحضر ذنب واستحضر قلب واستحضر. بتعجزوا الناس وبعدتوها عن دين الله، راحوا على الطاقة. مين السبب؟ رئيس الدولة ولا جاري؟ مين السبب؟ ولا زوجتي السبب اني انا اروح على علوم الطاقة؟ ولا انت السبب لاني انت ما اعطتنيش الجواب الشافي؟
بالعكس أنا سمعت كلام عن الاستغفار والناس وجدت، سألتك قلت لي لم يثبت